السلام عليكم المتتبعات ديالي. رمضان مبارك سعيد، تكونوا بصحيحة والسلامة إن شاء الله الرحمن الرحيمين. معكم مرباح فتيحة، قناتي هي فتافيت أوروبا. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد عجينة البيتزا اللي كنقدروا نستعملوها في ثلاثة ديال البيتزا، في بطيبطات طايبين نيت في الفران، تا هما كيجيو زوينين. تبعوا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا كي ساهل، بطريقة سهلة بمبسطة، ب... بطريقة محترفة. انتم المهم تبعوا الفيديو غتشوفوا كي كيجي غزيول غزيول غزيول، وكتجي البيتزا زوينة هشيشة ب... بطريقة هانتوما كتشوفوا. هادو هما البيتزات اللي درت صغيورين، غادي نديرهم في المجمد، غادي نحتفظ بهم في المجمد كي كتشوفوا كي كيجيو صغيورين، كتقدروا تحتفظوا بهم حتى لمده طويله. وهادو هما الخبيزات عاوتاني اللي قلت لكم على شكل البطبوط صغير، هذا حتى هو طيب في الفران. هانتوما كتشوفوا كي كيجي محمر. هنا كنشدوا الطريقه ديال التجميد ديالو سهله، بطريقه سهله كديروه في ميكات وكديروه في المجمد. هنايا انا درت الطحين ديال الفينو والطحين ديال الفورس. هنايا درت انا جوج زلايف ديال الفينو وثلاثه زلايف ديال الطحين فورس. كندير معلقه ديال السكر باش كتجي محمره شي شويه، وكندير الملحه حسب الذوق ديالكم نتومايا. والسر ديال البيتزا باش كتجي كي كنقول دائما انا، والخبز كيتهضم مزيان، وهي شويه ديال الخميره. شويه د الخميره، قبيصه د الخميره كنديروا فيها تقريبا شي 3 غرام و5 غرام كاع الا فوتو، وكتخليوها تخمر مده طويله. هنايا كنبقى نجمع العجينه بالماء حتى كتاخد تقريبا الماء اللي كتاخد، كنقولوا بحال دابا في المثل الا درتي كيلو ديال الطحين كتدخل 60% حتى ل 70%، يعني 600 غرام حتى ل 700 غرام ديال الماء. هذه عجينه ما كدلكيها ما والو. ها نتوما شوفوا غير جمعتها وغطيتها بالسيلوفان واحد ربع ساعه. من بعد عاوتاني درت في يديا شويه ديال زيت المائده ولا زيت الزيتون اللي بغيتو نتومايا، كنعاودو ندوروها عاوتاني على بعضياتها. هانتوما كتشوفوا هنا كي كتولي رطبه. السر هو داك كنخليوها كترتاح. من بعد عاوتاني شديتها وغطيتها وخليتها عاوتاني واحد تقريبا شي ساعتين كترتاح هكا حتى كتخمر شي شويه. كنشدوها عاوتاني كنجمعوها على بعضياتها. هانتوما كتشوفوا كي كتجي داك السر ديال التخمار ديالها طويل، والخميره اللي درنا فيها شويه كنشدها عاوتاني هنايا كندورها على بعضياتها. نتوما كتشوفوا كي كتولي السطح ديالها رطب مزيان. صافي هنايا في هاد الوقت هذا عاوتاني صافي ملي دوزنا هاد النوبه الاولى والثانيه والثالثه على حسب نتوما اللي بغيتو. هنا كنشدوها كنخليوها تخمر عاوتاني حتى كنغطيوها وكنخليوها تخمر حتى كتدوبل. صافي هنايا كتشوفوا كي كتجي مفخفخه، كتجي العجينه ديالها بحال الشفنج. كندير الطحين على سطح العمل. هانتوما غتشوفوا ملي كنديرها على سطح العمل كي كتجي رطبه وخفيفه، لان السر هو داك الخميره اللي الوقت ديال التخمار ديالها اللي هو طويل بزاف. هانتوما كي كتشوفوا صافي هنايا غادي نرش عليها الطحين مزيان وغادي نطلقها. على واحد السمك اللي رقيق. انا شوفوا دوك الفويقعات ديالها ديال التخمار. صافي هنايا كنبدا نطلق فيها بشويه باش ما كنحيدش من هذيك اللي هو كامل ديالها. كنديرها تقريبا على شي 3. شوفوا كي كتجي صافي كنشدها كنبدا نثقبها. انا عندي هاد لاباغي باش كنتقبل. اللي ما عندوش يدير غير فرشيطه عاديه. انا كنستعمل بعض المرات واخا عندي كنستعمل غير الفرشيطه، ماشي ضروري. المطبخ هو اللي كيخصنا اي حاجه كانت نقدروا نستعملوها باش نقضيو الحاجه. هنايا شديت واحد الاطار كيكون كيقطع مزيان وكنبدا نقطع دويرات. هانتوما كتشوفوا بطريقه سهله، ما كنبقاوش نجيو فيه، ما كتخسرش ديك الاطار ديال العجينه. كنوركوه بشويه وكنرجعوا ندوروه على بعضياته. صافي وهانتوما كتشوفوا حتى كنقطع هاد العجينه كلها
ملي كنقطعها كلها كتشوفوها نتوما، كتشوفوا كتجي تقريبا خفيفه كي كتجي، شوفي كي كتجي كتلوى ما كتلصق ما حتى شي حاجه. صافي كنستمروا. من بعد غادي نشد ديك العجينه اللي قطعت اللي شاطت ليا حتى هي نتوما تشوفوا استفتها في الطاوه وغادي ندخلها للفران. هذيك العجينه اللي شطات لنا من التقطاع هي اللي غادي ندير بها عجينه بيتزا عائليه. هنا كنشدها حتى هي كنلويها، كندير عليها شويه ديال الطحين باش ما تلصق صافي، وكنخليوها على جنب في واحد الطاوه حتى هي، وكنغطيوها باش ترتاح عاوتاني شي شويه، لان ملي قطعناها ودلكنا شويه كيخصها ترتاح من بعد. هنا كنخليوها عاوتاني ترتاح على الاقل واحد ربع ساعه. هنايا ها هي فاش ديت حليت قرعه ديال المطيشه اللي دايره معاكم تقاسم معاكم حتى هي في فيديوهات ديالي الطريقه ديال الاستعمال ديالها. هنا كندير شويه د الملح، شويه ديال السكر باش كتحيد لنا ديك الحموضيه ديال المطيشه، وشويه ديال الزعيطره ولا لوريغانو ولا اي منسم بغيتو ديروه نتوما لا عندكم. صافي كنخلطهم هنايا بعضياتهم. انا ما كندير فيها لا تحميره لا عطريه لا حتى شي حاجه. البيتزا الحقيقيه ما فيها لا عطريه لا والو. هنايا صافي ها هي عاوتاني ملي قلت لكم خليتها غترتاح واحد شويه ديال 10 دقائق، درتها بالفرشيطه ودخلتها للفران. غير غتشمع ما كتخليوهاش حتى طيب بزاف. واحد الوحدينات خليتهم غير تشمعوا، وحدينات داك البطبوط وداك البيتزا الاخرى شديتهم وخليتهم تطابوا مزيان تقريبا نص طيبه. هنايا شديت ديك البيتزا العائليه كي قلت لكم، من بعد ما طلقتها درت عليها مطيشه، غادي ندخلها للفران حتى كطيب. ها نتوما كتشوفوا دوك البيتزات ملي قبل ما ندخل البيتزا الاخرى العائليه خرجتهم من الفران. ها نتوما كتشوفوا دوك البطبوط دوك الخبيزات كيجيو. ها هما غنحل معكم وحده تشوفوا كي كتجي من الداخل بحال مشهده، بحال الشهد ديال النحل، كتجي خفيفه مزيان وكيجيو زوين. كتقدروا تعمروهم، كتقدروا ديروا بهم اي حاجه. هنا ملي طابت ديك الطيبه الاولى البيتزا كنخرجها وكندير عليها لا موتزاريلا انايا. صافي استمريت في هذه اللحظه درت الموتزاريلا عليها كلها. هنايا كان عندي داك الراديكيو الحمر شديته، ديك شلاضه اللي حمراء شديتها قطعتها شرائح رقيقه ودرت النص بها هي، والنص درتو غير عادي مارغرين كي كنقولوا. عندكم شويه ديال الحبق في هذا الوقت من بعد كديروه فيها الحبق. هذا دابا ماشي وقت الحبق، عندنا وقت الريحان ما درتوش انايا. من بعد كندير عليها شويه ديال الزيت، زيت الزيتون، وكنرجعها ندخلها للفران باش ديك الموتزاريلا حتى هي كتحمر مزيان. هنا كتشوفوها هي البيتزا ملي خرجتها طيبه مزيان محمره من جميع الجوانب، من الفوق ومن تحت. الفران انا درته من التحت ومن الفوق. اللي عنده على 100 على 180 200 درجه البيتزا من الاحسن. الخبز كيكون غير درجه عاليه مزيان 200 درجه حتى ل 220. هنا كتشوفوها هي البيتزا ديالي ملي قطعتها كي كتجي من محمره من التحت مزيان، وكتجي مفشفشه ومفخفخه مزيان. والسر كي قلت لكم هو داك ديال التخمار ديالها طويل بزاف. هانتوما كي كتشوفوا كي كتجي مجعبه من الداخل ورطبه، كتاكلها ما كتبقى ما كتهضم لك دغيا كي قلت لكم. صافي ها هي هنايا شديت دوك كيف ما وريتكم في الاول ديال الفيديو دوك البيتزا درتهم والخبيزات هما درتهم في ميكات ديال المجمد ودخلتهم للمجمد وبالصحه والراحه. وشكرا للتتبع ديالكم والدعم ديالكم في جميع الفيديوهات، ونتمنى تقولوا لي في الكومونتير ديالكم كي جاتكم، وشكرا بزاف لكم.